حركات تسويقية صايعة. الجزء العاشر. في مختبر طبي اسمه لاب كورد مش بس عمل حركة تسويقية صايعة، لا ده خلق احتياج وميزة تنافسية ما كانتش موجودة أصلا. ببساطة غيروا فكرة إن الناس بتروح للمختبر الطبي لما يكون عندها مشكلة طبية بس، وحولوا الموضوع لمنتج استهلاكي. الصياعة بقى في إنهم إزاي حولوا حاجة معقدة زي التحاليل الطبية لمنتج استهلاكي الناس كلها تبقى حابة تعمله، وده كان من خلال الفحوصات الجينية. اعتمدوا طبعا على الانفلونسر ماركتينج، فبدأوا يتعاملوا مع ناس مؤثرين على السوشيال ميديا في العالم كله وبيوصلوا فكرتهم للناس من خلال المؤثرين دول، فضمنوا ترافيك عالي في وقت قليل جدا. وعشان دايما اللي بيبيع المشاعر هو اللي بيكسب، فاعتمدوا في فكرتهم على شعورين: الفضول والنوستالجيا. طيب الفكرة كلها كانت قايمة على ايه؟ الفكرة كانت قايمة على انك من خلال الفحص ده هتقدر تعرف اصولك العرقية، وهتقدر تعرف لو عندك امراض وراثية ولا لا. اللي سهل الموضوع اكتر ايه؟ انهم خلوا الموضوع كله اونلاين. انت بتدخل بتحجز مجموعة الفحص الطبي، بتجيلك لحد باب بيتك، بتاخد العينة، بتبعتها تاني للمختبر عن طريق البريد، وبعدها بشوية بيجيلك تقرير مفصل ومشروح وتقدر انت تقراه بدون الحاجة لطبيب. وبالحركة دي قدروا يستهدفوا شرايح جديدة تماما على المجال ده، والنتيجة انهم في وقت قليل جدا كان ليهم الانفراد وحطوا اسمهم جنب عمالقة المجال ده. عشان كده دايما بنقول لعملائنا ان البداية دايما عندك، محدش هيفهم في مجالك اكتر منك، وعشان دايما تكون في السليم لازم تكلم سوشيال تيم.